السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة هنسميها من الوصفات اللي هي السهل الممتنع. طبعا يا جماعة دايما التكرار بيبقى في اللحوم والفراخ وكده، بس الاختلاف في الايه، في المقادير وفي التكنيك وفي الطريقة وفي العمايل. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. انا معايا كيلو لحمة مفرومة، معايا بصلتين مبشورين، سبت البصل مبشور بالمية بتاعته ونزلت عليه بقى بملح وفلفل وبهارات. الموضوع كله سهل وبسيط، ما فيهوش تعقيد ولا اي حاجه. وكان عندي نص كوبايه بقسماط. البقسماط ده يا جماعه مش مغلف ولا اللي هو المعلب، لا بقسماط عادي جدا من عند العطار. طبعا خلطت كل المكونات دي على بعضها قبل ما احطها على اللحمه. هقول لكم ليه خلطتها قبل ما احطها على اللحمه. لان انا لو كنت حطيت البقسماط على البصل على التوابل كانت ممكن يعني البقسماط بيعمل زي كلاكيع كده. فلا، انا حبيت ان انا احطها على البصل، وكنت ركنت شويه على جنب ايه اما اشوف ايه التماسك بتاع اللحمه علشان ميه البصل، يعني تماسك اللحمه بتاعي يبقى شكله ايه. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، بدأت بقى كده يعني ادعك اللحمة بايدي حوالي 7 دقايق او 8 دقايق. ليه؟ علشان اطلع الانسجة بتاعتها والخيوط اللي هي بتطلع من اللحمة لما تفضلي يعني ايه تفركي فيها. طبعا اسهل من الكبة كتير، بدل ما ادخلها الكبة وافضل يعني الفها كده كتير فيها، لا انا بدأت كده اعملها بايدي علشان تبقى وصفة من الوصفات السهلة اللي تقدر اي بنت او اي ست مستعجلة تقدر ايه يعني تعملها بسرعة. طبعا دخل عليكي ضيف، انت مالكيش مزاج تخشي المطبخ، انت راجعه من شغلك تعبانه، فتقدري ايه يعني تعملي الوصفه دي بكل سهوله. طبعا احنا هنقول ان اللحمه والفراخ كلها تكرارات، التكرار ماشي ما يجراش حاجه، بس ايه الطعم مختلف. طبعا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا بحاول ان لو حسيت ان في اي او كلاكيع او في اي حاجه كده وفيها تكتلات، بحاول ان انا افكها بايدي. طبعا مع يعني مع العجن كده مع اللحمه. المهم الحمد لله اللحمه بتاعتي ما فيهاش اي تكتلات والدنيا تمام وحلوه قوي. هروح بقى اركنها كده في التلاجة حوالي ساعه، انا مش هركنها اكتر من كده، ساعه. وبعد ساعه بقى جبت صينيه دهنتها سمنه، اي ماده دهنيه عندك تقدري يعني ايه ما تعقديش نفسك ولا اي حاجه، اي ماده دهنيه هندهن الصينيه بتاعتنا. وتعالوا بقى ايه نبدا نقطع اللحمه بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. اللحمه بتاعتنا هنعملها بطريقه مين؟ بالطريقه بتاعت جدتي وامي والناس البسيطه الحلوه، يعني الناس بتاعت زمان دي. هبدا بقى اصبع الكفته بتاعتي عادي جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى الطريقة دي كانت بتاعت الناس الحلوة بتاعت زمان، يعني أنا النهاردة بعملها على الطريقة البسيطة بتاعت الناس الطيبة المحترمة بتاعت زمان، وفي نفس الوقت أكلة سهلة وبسيطة. يعني لو حضرتها مش هتاخد معايا وقت خالص. طبعا الوقت كله في ان احنا نركن اللحمة في التلاجة شوية، ولو انتي ما عندكيش وقت ما تركنيهاش، اشتغلي على طول. طبعا احنا عارفين ان الجو برد، فايه لو ركنتي اللحمه جنبك بره شويه نص ساعه ولا ربع ساعه تمام قوي. بس ما تحاوليش ان انت تعملي الوصفه دي مثلا وتركني اللحمه بره لو الجو حر. بصوا بقى ابدا اصبعها عادي جدا، حد مثلا يقول ده هي كده تبقى مكتومه، او ان احنا ما فرغناش قلبها بمثلا بسيخ او حاجه. انا عايزه اقول لكم انها هتطلع حلوه وهشه جدا وجميله جدا، وما حطيتش اي اضافات غير الحاجات اللي انا حطيتها. بصوا بقى صبعيها يعني ايه، عايزه تعمليها قراص، عايزه تعمليها صوابع، الشكل اللي يريحك او يعني الحاجه اللي تريحك تقدري تعمليها. طبعا عايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه، ولو اول مره تشوفوني انا سهى. بصوا بقى الوصفه سهله كده وحاجه يعني مفيش بعد كده. طبعا انا ولعت الفرن علشان ايه تبدا بقى كده الفرن بتاعي يسخن والكفته بتاعتي تستوي يعني في اقل وقت ممكن. والموضوع كله مش هياخد معايا اي حاجه، تقدري بقى تحضري معاها الحاجه اللي انت تحبيها. عايزه تعملي رز بسمتي اوكي، عايزه تعملي رز بالخلطه تمام، تعملي مكرونه وبطاطس تمام برضو. يعني الموضوع بس هو كله في ايه، الفكره كلها يا جماعه في طريقه تحضير الكفته. الكفته ليها يعني ليها تكنيكات كتير قوي، وكل واحد حسب ايه يعني حسب نفسه حسب ادائه زي ما بنقول. بس انا النهارده حبيت يعني ايه احضرها بنفس جدتي وامي، الناس السهله البسيطه قوي اللي هي ايه يعني قبل ما تطلع التعقيدات والحاجات اللي هي الخزعبليه بتاعت دلوقتي. اي حد يقدر يقوم يعملها.
لو بنتك جعانه بالليل مثلا ولقيت عندها اللحمه والحاجه جاهزه هتقوم تعملها، لو الولاد الصبيان لقوها قدامهم يقدروا برضو يقوموا يعملوها. انت كست بيت تقدري تعمليها يعني في اقل وقت واقل جهد كمان. بصوا بقى كده خلاص خلصنا اللحمه بتاعتنا. بصوا بقى نبدا بقى ايه، نعمل كور كده اللي هي زي الميت بولز كده. الميت بولز اللي هي الكور، يعني كانت زمان جدتي الله يرحمها كانت دايما تعمل لنا مع هي وماما يعني الله يرحمهم، كانوا دايما يعملوا لنا مع الصوابع دي كور كده. بصراحه انا عن نفسي بحب اللي هي الكور دي اكتر من الصوابع يعني. تبقى بقى بصي شكلي الصينيه على كيفك، عايزه تعمليها كور تمام، عايزه تعمليها صوابع، كله يعني كل ده حسب كل ده يرجع لذوقك. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه احنا بنعمل الاكل لاولادنا بحب علشان الاكل يطلع حلو جدا وبنفسنا. وعايزه اقول لكم ان الولاد فعلا ولادنا يستاهلوا حبنا ليهم، ويستاهلوا ان احنا نتعب عشانهم في حاجات كتير. مش نتعب عشانهم ان انا هدخل المطبخ واعمل لهم لقمه او اعمل لهم اكله خالص. يا جماعه الجهد في التربيه والجهد في التعليم والجهد في حاجات كتير قوي قوي، اكيد ولادنا يستحقوا حاجات كتيره قوي قوي قوي. ولادنا يستحقوا عمرنا، يستحقوا مجهودنا. تقريبا هم قرة الأعين زي ما بيقولوا. طبعا أنا بحب أعمل لولادي الحاجات أيا كانت الأصناف سهلة وبسيطة أو تقيلة أو معقدة، لأن هم فعلا يستحقوا إن أنا أخدمهم بعيوني. طبعا خلصت الصينية بتاعتي. بصوا بقى جبت 3 معالق صويا صوص. انتوا عارفين ان انا بحب استخدم الصويا في كل اكلاتي وخصوصا اللحوم والفراخ. هي 3 معالق كده محترمين، وعليهم ربع كوباية مية، ومش هحط اكتر من كده، وزقها بقى في الفرن مع نفسها على درجة حرارة 240 على اعلى درجة عندك. بعد حوالي نص ساعة بصوا بقى طلعت الكفته بتاعتي. بصوا عامله صوص من تحت لونه عامل ازاي، مش قادره اقول لكم الصوص بتاعها لوحده حكايه حكايه حكايه، مش هحط اكتر من كده. وطبعا كنت بحمر بطاطس وعملت للولاد مكرونه، وكان عندي بقى ايه شويه سلطه طحينه في التلاجة على صوص رانش. كل حاجه كل واحد بقى بيحب حاجه قال يطلعها وياكلها. وعملت طبق سلطه قوطه، وخلاص على كده. واسهل اكله في الدنيا وبالف هنا وشفا. ويا رب يكون الفيديو سهل وبسيط، ومش قادره اقول لكم ريحه الكفته تصدقوني تستاهل بقكم، وكانت جوسي وهايله جدا جدا وفيها لمعه كده ما حصلتش. وبالف هنا وشفا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.